اليوم راح أكون معكم بحلقة مميزة كتير بأول حلقات شهر رمضان المبارك. أنا الشيف ألان. اليوم راح أكون معكم بوصفة كتير طيبة. طبعا هالوصفة هي من الهند، تحديدا من إسلام أباد. عرفتوا شو هي وصفتنا؟ وصفتنا اليوم راح تكون برياني بالدجاج. طبعا مكونات وصفتنا بسيطة ولكن كتير شوي، لأنه بتعرفوا أنتم المطبخ الهندي يعتمد كتير على موضوع البهارات. راح يلزمني اليوم لوصفتي دجاجة أنا قطعتها ل8 أقسام. طبعا فيكم تتابعوا الفيديو عندي على الانستغرام أو على الفيسبوك او على الشورت على اليوتيوب وتشوفوا شلون طريقه تقطيع الدجاج ل8 قطع. وشلت الجلد منه. راح يلزمني كوبين من الرز، طبعا رز سيله. طبعا راح يلزمني بصله ونص قطعتهم انا على شكل جوانح، لبن مقدار 150 جرام، 4 حبات فلفل اخضر كمان فرمتهم على الماكينه، زنجبيل وثوم، طبعا هدول فرمناهم كمان مع بعض، وكزبره خضراء، بهارات حب. هلا هي بسموها بالهندي المساله. المساله هي عباره عن شو؟ هي نفس البهارات اللي نحن بنعرفها، اللي هي قرفه، هيل، زنجبيل، بيحطوا يانسون كمان، قرنفل. يعني بالمجمل تقريبا السبع بهارات اللي عندنا هي نفسها المسالة الهندية، طبعا مع شوية اختلافات، بس فينا نستخدم نحن اي بهارات من هدول البهارات. طبعا انا ضفت اللومي من عندي بيعطي نكهة ظريفة. هلا شو اللي بدخلنا على الهند؟ اللي بدخلنا على الهند على المطبخ الهندي هو الفلفل الخضراء هي المفرومة، والزنجبيل والثوم والكزبرة الخضراء. هدول اصلا نكهات، هدول اللي بيخلوكم تبلشوا تحسوا هيك، تصيروا تعملوا هيك بلشوا تدخلوا على المطبخ الهندي بشكل نظامي. خلونا ننتقل ونبلش بوصفتنا هلا حاليا راح تبل الدجاج. البهارات، البهارات راح يلزمني طبعا ملح اساسي، بابريكا معلقتين صغار، كاري معلقه صغيره، كزبره مطحونه معلقه صغيره، بهارات المسالة طبعا اللي هي تقريبا مثل هي البهارات بس هي مطحونه، وفي عندي طبعا الكمون المطحون. هلا راح اضيف هالمكونات كلها على الدجاج عندي. اول شيء راح بلش بالبهارات. ضفت الكمون، ضفت المسالة والكزبرة والكاري والبابريكا. طبعا بدكم تحكوا مطبخ هندي هو عباره عن بهارات بشكل قطعي. ليش المطبخ الهندي عباره عن بهارات؟ لانه المطبخ الهندي ما بيعتمد على جوده الاكل، يعني ما بيعتمد على جوده الدجاج او جوده اللحم او جوده الرز او اللي هو. طبعا مطبخ متنوع جدا، في كثير طعمات يعني مو طبيعيه اذا بدي اقول لكم. بس طبعا البرياني من اطيب الاكلات وراح تشوفوها هلا. راح كمل حط ملح، ما راح احط الملح كله، راح اقسم الملح على نصين. راح اضيف الفلفل الاخضر، راح احطه كله. راح احط الزنجبيل والثوم، الكزبره الخضراء. هلا الكزبره الخضراء طبعا شكلها هيك ليش؟ لاني انا مفرزها، بحط بالفريزر انا بالعاده كزبره خضراء عندي. وراح احط اللبن. هاي المكونات كلها حطيناها على الدجاج. هلا راح نبلش بايدنا نتبل الدجاج بهالشكل هاد، ونخلي المكونات هي كلها تاخذ على بعضها. طبعا هون راح تبلشوا تشموا جد ريحه مطبخ هندي نظامي، راح تشموا ريحه البرياني الاصلي شغل حيدر اباد. طبعا اذا شفتوا التبله انه جامده كثير فينا نضيف شويه مي. راح اضيف شويه مي بهالشكل هاد، وارجع اقلب الدجاج كله مع البهارات والفلفل والزنجبيل والثوم، 50 نوع بهار. يا سلام، عن جد يا سلام، عن جد ريحه طيبه. يعني صحيح 50 نوع بهارات و50 نوع ريحه، بس كله هيك بتلاقي عم بيضرب بالمخ. فينا نرجع نضيف شويه مي كمان، ما أنا مشكله. طبعا بدي اتاكد انه الدجاج قاعد بالتبله بشكل كامل. هلا راح اغسل ايدي وبلش بالرز، وراح اترك الدجاج لمده ساعه لساعتين تقريبا، خليه يرتاح ويتبل مزبوط. صحيح نسينا البصل لشو؟ البصل ما راح نحطه بهالمرحله. البصل راح نأمره على النار وبعدين نضيف فوق الدجاج، بعدين نطبخ الدجاج، بنخلي الدجاج يستوي، بنكون شو عملنا بهالاثناء؟ بنكون طبخنا الرز. طبعا البرياني يعتمد على طبخ الرز بطريقه السلق. كيف يعني طريقه السلق؟ يعني كميه المي غير معيره بالبرياني، بدها تكون اكثر من الرز بمنيح. هلا احنا بالعاده بنعير مقدار رز مقدارين مي، مقدار رز مقدار ونص مي، طبعا حسب نوع الرز. بس بالبرياني لا، بنحط كميه مي كبيره وبنحط الرز وبنسلقه لمده معينه. بس سلقنا الرز بنصفيه تصفايه من المي وبنرجع بنحطه فوق الدجاج. بهالطريقه هي بيكون الرز اخذ عده نكهات، يعني اخذ نكهه الرز الخفيفه اللي هي معتمده على بهارات المسالة الاساس اللي عم نحطها مع الرز،
واخذ نكهه الرز القويه اللي هي بدها تكون الملاصقه للدجاج من تحت، اللي هي اخذه نكهه التبله هي والتوابل والبهارات والفلفل والفليفله الخضراء والزنجبيل والكزبره كل هالمكونات هي. خلونا ننتقل لنشوف الرز هلا كيف رح نساويه، ونترك الدجاج يرتاح لمده ساعتين لحتى يتبل. هلا حطيت المقلايه على النار وحطيت طنجره ثانيه، هي رح احط فيها مي مقدار لتر ونص. طبعا انا هون عم استخدم نص كيلو رز بالضبط. نص كيلو رز رح احط لهم مقدار لتر ونص مي، رح اضيف لهم البهارات المسالة، رح استنى المي لحتى تغلي. هلا عندي بالمقلايه الثانيه رح اضيف زيت، يعني قدر فنجان صغير. طبعا المقلايه بدها تكون ساخنه وراح استناها لحتى تسخن. هلا اذا لاحظنا بلش الزيت يسخن. هلا راح اضيف البصل، بلش حرك لحتى اخلي البصل يتكرمل بشكل كامل. هون عندي المي عم بستناها لحتى تغلي عشان نحط فيها الرز وسلو. لاحظتوا كيف البصل بلش يكرمل. هلا في نقطة، هلا هون أنا ما راح استخدم الدجاج كله اللي عندي، لأنه الطنجرة عندي صغيرة، فراح استخدم نص كمية الدجاج. هلا أنتم إذا استخدمتوا كيلو رز راح تستخدموا دجاجة كاملة، أنا استخدمت نص كيلو رز راح استخدم نص دجاجة. طبعا الدجاج اللي تبلته النص الثاني فيني بحطه بالفريزر أو بالبراد، ما بيصير له شيء خلال يوم يومين. إذا بالفريزر بيقعد يعني إلى 4-5 شهور، ما بيصير له شيء إن شاء الله. هلا البصل تكرمل مثل ما ملاحظين، رح شيله هلا ونزل الدجاج، وبنفس الوقت عندي هون المي قربت تغلي. هلا رجعت ضفت زيت، رح بلش ضيف قطع الدجاج اللي تبلت بعد ساعتين بالضبط. يا سلام، طبعا انتوا عم تسمعوا الصوت وعم تشوفوا المنظر بس ما عم تشموا الريحه. لا راح اطبخهم كلهم بعدين مع الرز بنشوف قديش بيساع معي. راح احط طبعا بنحط الصلصه كلها معهم بشكل كامل. يا عيني يا عين. وراح اعلي النار. طبعا ليش؟ لانه الدجاج راح يبرد راح يبرد المقلايه، وهذا راح يصير اطيب برياني بالعالم. اطيب برياني وين؟ اطيب برياني بالعالم. هلا هيك راح بلش اسوي الدجاج. هلا هيك راح بلش اسوي الدجاج على اول وجه، بس ياخذ سوي على اول وجه راح ارجع اقلبه على الوجه الثاني. هلا بنفس الوقت في عندي هون مية الرز يعني صارت جاهزة تقريبا، راح تغلي بعد شوي. هلا بس تغلي المي راح نضيف الرز بقلبه. هلا راح اقلب الدجاج على الوجه الثاني. واو شوفوا اللون اللي اخذه، شيء خيالي. واو 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 واو. ما هذا؟ طبعا هذا الدجاج قعد ساعتين، قعد ساعتين يتبل. خلال هالساعتين يا حذركم شو كنت عم تساوي انا؟ اكتبوا لي بالتعليقات وحاولوا احذروا شو كنت عم تساوي خلال هالساعتين لين ما تتبل الدجاج. يعني هلا فينا نقول وصلنا على حيدر اباد. هلا نحن وين؟ هلا نحن في حيدر اباد. ويلكم تو حيدر اباد. يعني هلا فيني اقول لكم ويلكم تو حيدر اباد. طيب المي بلشت تغلي هون، رح نزل الرز. طبعا الرز غسلته منيح، انا نقعته وغسلته. تذكروا رشة الملح قلت لكم اتركوه على جنب. راح نحطه هون بالرز. هلا راح ارجع اضيف مي على البرياني وغطي عليه ووطي النار مشان ما يلدع، وغطي عليه وخليه يستوي يعني خلال تقريبا بده اكثر من نص ساعة. هلا راح اضيف مقدار يعني كاستين مي تقريبا او كاسة ونص فينا نقول. خلي الدجاج على نار متوسطة، راح خليه يغلي وغطيه. طبعا انا حابب تشوفوا الرز، يعني لاحظوا كيف قديش ميته كثيرة. تمام. هلا راح صفيه من ميته. والدجاج صار له تقريبا نص ساعة، فتحت عليه شوي قلت خليه كرمال تبخر شوي المي تبعيته. هلا راح صفي الرز وبلش نطبق البرياني تبعنا بالطنجرة، ونرجع بنحطه على النار وبنشوف كيف الطريقة تبعيته لحتى يطلع معكم برياني النظامي 100% اللي بينعمل بحيدر أباد، اللي بينعمل بالهند، برياني الأصلي الأصلي الأصلي. هلا اجينا للحظة الحاسمة. هلا رح نطبق الطنجرة تبع البرياني تبعتنا ورح نشوف شو رح نساوي. هلا طبعا الرز هون انا كنت سالقه نص سلقة،
تمام. صفيته من المي مثل ما شفتوا. الدجاج مستوي يعني ما ناقصه شيء، بس مو من هنا على الاخير. بصل مكرمل عندي، وسويت شغله صغيره هون، سويت لون اللي هو هذا بسموه صفار الزعفران. طيب هلا شو راح اعمل؟ هلا راح بلش شيل قطع الدجاج وحطها بالطنجره من تحت. يعني قديش تسع طنجرتكم حطوا، اذا بتحطوا كلهم حطوهم كلهم، معلش اطيب حطيناهم كلهم. هلا راح ارجع احط من الصوص يعني ما راح كتر كتير، وراح احط الرز، راح اعمل له هيك، راح احط البصل على الوش، وراح اخذ اللون واحطه ببعض المناطق اللي هي على الاطراف. هلا هي راح احطها على نار هاديه الطنجره وغطيها واتركها لمده نص ساعه. بعد نص ساعه راح ارجع لكم. هاي البرياني صار جاهز عنا. خلونا هلا ندوق ونشوف الطعمه، هل يا ترى قدرنا نعمل البرياني نفس اللي بيعملوه بحيدر اباد او لا. ولا لازم يخترعوا اختراع بالكاميرا، يخلوا الكاميرا توصل الريحه. مفكرين الموضوع بس هيك خلصنا؟ لا لسه ما خلصنا. البرياني له طريقه بالاكل. يعني هلا عملنا طنجره البرياني، اوكي كله تمام، ريحتها بتجنن. طيب كيف رح ناكل البرياني؟ ها هلا الدجاج تحت، طبقه الرز اللي ملامسه الدجاج هي اخذ نكهه، اللي فوقها اخذ نكهه، اللي عند البصل اخذ نكهه. ف طريقه السكب، طبعا في عندنا كمان رز مع اللون، بس انا حابب تشوفوا الرز اول شيء. شوفوا هيك، ولا شيء على الاول. فنحن رح ناخذ من تحت من الاسفل. شوفوا لون الرز اللي تحت كيف صار غير، لاحظين؟ مع قطع الدجاج كده. نرجع ناخذ مع البصل. اطيب برياني من تحت ايدين الشيف الان. حانت لحظة الحقيقة. هاخذ قطع الدجاج. يا جماعة الريحة الريحة الريحة، ريحة عالمية. يا ويلاه، رح احكي هندي بعد شوي. تاكل برياني بتعمل هيك. بالله شعور. بالفعل طعمته بتجنن قد مو طيب، كثير كثير طيب. برياني حيدر اباد من تحت ايدين الشيف الان. لا تنسوا تشتركوا بقناتي على اليوتيوب وتعملوا لها فولو وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس مشان يوصلكم كل جديد. لا تنسوا تشتركوا بقناتي على الفيسبوك، ولا تنسوا تشتركوا بصفحتي على الانستغرام كمان. وقريبا ان شاء الله راح يكون عندنا صفحه على التيك توك. بتمنى لكم افطار شهي وصيام مقبول ان شاء الله، وبشوفكم بالحلقه القادمه. انا الشيف الان.